عمرك سمعت قبل كده إن ممكن أكل يعيش آلاف السنين؟ في. العسل واحد من الحاجات القليلة اللي فعلا ممكن تقعد العمر كله من غير ما تبوظ، وده لأنه تقريبا ما فيهوش مية، وده بيخلي الميكروبات ما تعرفش تعيش فيه. غير إن هو حمض بطبيعته، وده بيمنع البكتيريا والفطريات من النمو. وكمان في أنزيمات بتشتغل كمضاد طبيعي للجراثيم، عشان كده لو العسل اتقفل عليه كويس واتخزن في مكان جاف ممكن يفضل صالح للأكل لفترات طويلة جدا. الأثريين فعلا لقوا عسل في مقابر فرعونية عمرها آلاف السنين، وكانت لسه محافظة على ريحتها وطبيعتها، لأن العسل مش بيبوظ بسهولة. أما عن تركيا، فبعض الناس هناك بيحبوا يحتفظوا بالعسل سنين طويلة كنوع من الرفاهية أو التقاليد. لو لقوا دفعة عسل جامدة يقفلوها بإحكام ويحفظوها في مكان بارد وتتساب سنين، ولما يجي عندهم ضيف مهم يقطعوا منها حتة ويرشوا عليها شوية مكسرات وتتقدم كأنها تحلية فخمة. الخلاصة، العسل مش أكل عادي، ده كنز طبيعي يقدر يعيش أكتر من أي أكل تاني، ولو اتخزن صح ممكن يفضل معاك لسنين طويلة جدا. لو حد فيكم بقى سافر تركيا ودق من العسل اللي متخزن بقاله كتير يقول لنا. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد، وشكرا.